اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وعايزه اقول لكم ان انا فرحانه قوي بيكم، فرحانه بكومنتاتكم ودعواتكم الحلوه. يا رب ولكم بالمثل واكثر. ربنا يراضيكم ويفرح قلوبكم ويرزقكم سعاده الدارين. فرحانه برضو بالناس اللي دخلت جديد معانا. احنا يعني برضو عددنا قليل، بس انتم مفرحيني، يعني كفايه ان انتم بتدعوا لي كده دعوات حلوه. انا بس عايزه اطلب منكم طلب، ان احنا يعني عرفي القناة كده، يعني عرفي اخواتك وصحابك وجيرانك على القناة. يمكن يستفادوا زي ما انتي بتستفادي، وساعدوني كده ان احنا نوصل ل1000 مشترك قبل العيد، واعتبروا ان دي كده العيدية بتاعتي. النهارده الفيديو بتاعنا عبارة عن الروتين كله في المطبخ، بس روتين اقتصادي وموفر جدا جدا جدا. هنعمل حاجات هتوفر علينا كتير جدا. عايزه اقول لكم ان انا وفرت في وجبه الغداء بس حوالي 500 جنيه. يعني لو كنا طلبناها من بره كانت هتدخل لها في 500 جنيه. طبعا انا عملتها بسعر اقل من كده بكتير. اول حاجه بس كده، متنسيش تحطي لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفيني تنوريني وتشتركي في القناه، وصلوا على النبي كده وتعالوا نبدا. اول حاجه كده انا قلت ان احنا نعمل فطار مختلف. طبعا الفطار ده مش هيبقى على قد فطار النهارده، بس الفطار ده كفانا فطار وغدا، فطار وعشاء، وكمان فطار وعشاء تاني يوم. خلاص. الاول حاجه كده كان معايا كيلو دقيق وكيس خميره. بدات الاول بكيس الخميره، حطيته على نص كوبايه ميه دافيه، ومعلقتين كبار من السكر، وسبته على جنب علشان اختبر الخميره كويسه ولا لا. وبعد كده معايا كيس دقيق منخول، حطيت عليه رشه من الملح، وحطيت كيس بيكنج باودر، وكيسين من المايونيز اللي هو الكيس الكبير الجديد ده، وحوالي 4-5 معالق من الزيت. وبدأت ان انا ازود كمان، يعني قلبتهم الاول وبعدين بدأت ان انا ازود عليهم المية بالخميرة. تعرفي ان الخميرة بتاعتك كويسة ازاي؟ ان انتي لما تسيبيها على جنب شوية هتبدأ ان هي تعمل، يعني تعمل هوا كده من فوق. فكده تبقى الخميرة دي كويسة، او بتعمل وش شبه وش الكابتشينو كده. تمام. الاول بتقلبي المواد الجافه مع بعض. هقول تاني: كيلو دقيق على كيس بيكنج باودر، رشه من الملح، و كيسين من المايونيز، وحوالي ربع كوبايه او اقل شويه من الزيت. هبدا ان انا انزل عليهم بالمواد السائله، وابدا ان انا اقلب. عندك لبن بودر عايزه تضيفي، حلو جدا. عندك زبادي، حلو جدا. كمان حطيت معلقه من الخل. هبدأ بقى بعد كده ان انا اعجن. طيب هتعرفي مقدار المية ازاي؟ انا ما بعيرش مية خالص في اي معجنات بحطها. انا بعرف مقدار المية من العجينة نفسها. بزود المية بالتدريج لحد ما تبدأ العجينة ان هي تلم معايا والطبق يبدأ ينضف. يعني انتوا شايفين الدقيق اللي تحت في الطبق ده؟ لا، هيبدأ يتلم كله. العجينة هيبقى شكلها لسه مش عاطفي، مش مهم. بس لما تبدأ الدقيق اللي تحت ده كله يبدأ يتلم، فهنا تعرفي ان انتي خلاص وقفتي ميه. مقدار الميه كده تمام، مناسب جدا. بس العجينه لسه محتاجه تتخدم. يعني ايه؟ يعني تتعجن. تفضلي ان انتي تعجني في العجينه كتير. انا بعرفكم ان هو شايفين الطبق من تحت نضف ازاي. كان معايا كمان مكعب من الزبده، بس هو كان خارج من الفريزر فحطيته بس على النار يبدأ يسيح. طبعا مش عايزة اسخنه، انا عايزة اسيح الزبدة بس، لان هي المفروض تبقى بدرجة حرارة المطبخ، وانا كنت نسيت ان انا اطلعها بره من قبل ما اشتغل. المعجنات دي كيلو الدقيق ده هنعمل بيه اكتر من شكل، هتشوفي معاها برضو هتبقى حاجة اقتصادية جدا. هنا طبعا علشان خفت ان الزبدة تبقى سخنة، فحطيتها كده في بولة وسبتها ان هي تهدى شوية، وبعدين لما بردت بدأت ان انا افتح فتحة كده في العجينة وانزل في الزبدة فيها، وهرجع اعجن تاني. ما تقلقيش خالص انتي في البداية تحسي ان العجينة بتفرول منك او العجينة فيها حاجة مش طبيعية. يعني لو انتي مبتدئة في حوار المخبوزات وكده فانتي ما تقلقيش، هي ما باظتش منك خالص. هي واحدة واحدة وهتبدأ ان هي تلم معاكي تاني. خطوة الزبدة دي اختياري، لو ما عندكيش زبدة عادي خالص هنكتفي بالمايونيز. المايونيز يعني حاجة محسن خبز سحري، يعني هيعجبكم جدا. هنا كده كانت خلاص العجينة. هي كانت بصراحة محتاجة كمان 5 دقايق عجن، بس انا يعني استكفيت بكده.
وكانت حلوه يعني ما كانتش وحشه. غطيت عليها وسبتها في مكان دافي. انا حطيتها في فرن البوتاجاز، ما كنتش مسخناه ولا حاجه، بس يعني هو بس مكان يبقى مقفول وتبداي ايه بعد كده تشتغلي بيها. خمرت بسرعه، اخدت حوالي ساعه بس مش اكتر. الجو طبعا حر جدا، فالعجينه ما بتاخدش وقت يعني لحد ما هي تخمر ويتضاعف حجمها. طلعتها هنا بقى وبدأت ان انا اشتغل بيها على الرخامة كده رشة من الدقيق، وهبدأ ان انا افرد العجينة معايا. الطريقة دي ممتازة في كل حاجة، عايزة تعمليه حلو عايزة تعمليه حادق، يعني هتطلع حلوة معاكي وهشة جدا جدا. الدقيق لازم يكون دقيق مخبوزات او دقيق متعدد الاستخدامات. يعني مينفعش تجيبي الدقيق بتاع الكحك والبسكوت والحاجات دي وتبدأي ان انتي تشتغلي بيه في العجين، مش هيعمل عرق معاكي ومش هيبقى حلو، لان بيبقى فيه طبعا محسنات وحاجات للبسكوتات وكده، فمش بيظبط خالص في المعجنات. فلو انتي عملتي قبل كده بدقيق بالمعجنات، يعني عملتي معجنات بدقيق الكحك والبسكوت وما ظبطش، فالمشكله مش فيكي. يعني جربي مره واتنين وتلاته لحد ما الحاجه تظبط معاكي، واعرفي ايه العيب اللي فيها وصلحيه. هنا كده فردت العجينة على شكل مستطيل، والمستطيل ده بدأت اقطعه مثلثات كده زي ما انتي شايفة. انا النهاردة عملتها كلها حوادق، نوعت في حشوة الحادق بس ما عملتش اي حاجة حلو، لكن انتي طبعا الحشوة دي طبعا اختيارية بالنسبة لك. ببدأ امسك بقى مثلث مثلث واحط الحشو على قاعدة المثلث، وابدأ الف لفوق بحيث ان هو يديني الشكل بتاع الكرواسون او المولتو اللي احنا بنشتريه من بره. ممكن طبعا ان انتي تعمليه ساده، انا اوقات بعمله ساده وبزوقه كده من فوق بخطوط يعني من الشوكولاته البني والشوكولاته البيضه، بيبقى شكلها حلو. اوقات بعمله ساده واحشيه زي السندوتشات، لو انا يعني مش عارفه او محتاره في الحشو بعمله ساده واحطه في الفريزر واطلع على قد الاستعمال واحشيه زي سندوتشات، وقت بقى ما الولاد يبقوا عايزين ياكلوا يحددوا هم عايزينه حلو ولا حادق. ده هنا شكل تاني معايا. بدأت ان انا اعمله يعني برضو مستطيلات صغيرة، وبحط الحشو في طرف المستطيل وهبدأ اقفل عليه زي ما انتوا شايفين، وابدأ الفه كده رول او زي الساندوتش، او بيبقى شبه شويه الباتيه، بس انا هنا عاملاه حجمه صغير. طبعا انت عايزاه حجم الباتيه اللي هو بتاع الافران الكبير، فانتي كبري حجم المستطيل اللي انتي شغاله فيه. بس انا عشان عندي اطفال صغيرين وببقى يعني بتفادى حته ان الطفل مثلا ياكل حته ويرمي الباقي وكده، طبعا بستحرم ان ده يحصل، يعني بشكل الحاجات دي حاجات صغيره، وحدات صغيره. اكل واحده وحب ياكل تاني مفيش مشكله، لكن ما ياخدش مثلا واحده كبيره ياكل منها جزء ويرمي بقيتها. طبعا بقفله كده وبحطه في الصاج او في صينيه الفرن على الجزء المقفول. تمام. بعد كده علشان المقطع ده ضاع مني، ببدأ ان انا ادهن الوش بمعلقه نسكافيه بلاك. بدوبها في شويه صغيرين من الميه، وبالراحه كده مع الفرشه. طبعا الحاجه دي بشكلها وبسيبها تخمر تاني كمان شويه، وبعد كده بدهن وشها وببدأ ادخلها على فرن سخن ودرجه حراره عاليه، وكل شويه بدور الصينيه عشان كلها تاخد لون واحد. واول ما بتخرج زي ما انتوا شايفين كده في ايدي مكعب زبده خارج من الفريزر، وبمشي كده بمكعب الزبده على وش المعجنات، وبعدين بغطيها بفوطه مطبخ نظيفه علشان تطرى معايا. دي الاشكال اللي انا عملتها. عملت زي ما قلنا الكرواسون او الباتيه، وعملت كمان خلية نحل. واخر كده جزء في الصينية كان عندي ربع فرخة او اقل كده من الغدا بتاع اليوم اللي قبله، ففردت كده اخر جزء من العجينة في صينية، وبدأت ان انا اعملها كده يعني حشوة بيتزا، فلفل الوان وفلفل اخضر وبواقي الفراخ دي، مع مشكل جبن كان عندي في الفريزر ورشه من الجبنه الموتزاريلا، وبقى يعني طلعت بيتزايه كده تفتح النفس. طبعا البيتزايه دي اللي احنا عملناها ببواقي الاكل بره دلوقتي بمبلغ وقدره. تمام.
ده كده الفطار والغدا، الفطار قصدي والعشاء. وطبعا تقدري ان انتي تقسميهم في الفريزر يكفوكي كام يوم وتطلعي مع الاستعمال، يعني على حسب استعمالك. تاني حاجة بقى معايا عملتها، المنتج ده انا جبته وقلت يعني اعرفكم عليه. الكيس ده ب25 جنيه، بيعمل 8 لتر مسحوق، اللي هو الصابون السائل بتاع الاطباق. ورغبته حلوة جدا، وريحته حلوة جدا جدا جدا، وبينضف جدا. عايزة اقول لكم بقى كمان ان انا شفت ريفيوهات لناس استعملت المنتج ده واستعملت منتج تاني نفس الفكرة، قالت ان التاني كمان احلى. فانتي طبعا اسألي في منطقتك، ده بيبقى موجود عند بتوع المنظفات والورقيات. اسألي في منطقتك عن المنتجات المتاحة وايه احسنهم وهاتيه. المنتج اللي انا جبته ده اسمه فريدة، بس كان في منتج تاني انا مش فاكراه. يعني العبوة من جوه كيس واحد، قالوا ان هو احلى كمان. ده كان عبارة عن كيسين، كيس جل كده شبه الشاور جل بس تقيل قوي، ومع كيس باودر شبه مسحوق الغسيل العادي اللي هو اوكسي والحاجات العادية اللي بنجيبها دي برضو. الكيسين بيتفضوا على بعض، وبتبدأي تقلبيهم مع بعض، وبتبدأي تدوبيهم في 8 لتر مية، بس المية بتزوديها لتر بس. يعني عن تجربة بقى عشان تسهلي على نفسك، اول لتر اضربيه في الخلاط، يعني حطي لتر ميه في الخلاط مع الكيسين اللي من محتويات العلبه دول، واضربيهم في الخلاط، وبعدين حطي بقى في طبق غسيل كبير وزودي لتر، وابدأي قلبي. كل ما تقلبي كل ما يتقل معاكي، وبعد كده هتسيبيه لمدة ساعتين على جنب، هيتقل اكتر. عايزه اقول لكم ان انا كنت عاملاه في المطبخ وسايباه على الرخامه، كل ما اعدي من جنب المطبخ ريحه جباره. احنا كده خلصنا تاني فكره من افكار التوفير اللي معانا في الروتين ده. تالت حاجه بقى، دخلنا عشان نعمل الغدا. دي حله كبيره على النار، وحاولي ان انتي تعملي في اكبر حله عندك علشان المكرونه ما تعجنش مننا. سلقت المكرونه دي في كميه ميه محترمه كده زي ما انتوا شايفين. انا عايزه المكرونه تبقى مستويه مثلا 3/4 سوا، او اقل كمان سنه. تمام. يعني متاخدش سواها كامل، ما تتسلقش سوا كامل. وقبل ما اشيلها من على النار كده، اخدت كوبايه من ميه السلق احتياطي، مش لازم تحتاجيها، انا ما احتاجتهاش، بس انا هعرفك برضو هي وظيفتها ايه. وفي نفس الحله كده عشان نسهل على نفسنا ما نعملش مواعين كتير، صفيت طبعا صفيت المكرونه وسبتها. شطفتها طبعا كويس من الميه السخنه دي عشان اوقف سواها، وسبتها تتصفى براحتها خالص. وبعدين في نفس الحله كده جبتها، طبعا بعد ما شطفتها كده وجبتها، حطيت شويه من الزيت ومكعب زبده محترم. تقدري ان انتي تحطي كميه زيت، بس طبعا الزبده بتديها دسامه اكتر وطعامه اكتر. تمام. احنا النهارده ما كناش لوحدنا، كان عندنا يعني كان معانا ناس على الغدا. احنا كنا 3 افراد كبار، 3 افراد كبار و3 اطفال. تمام. الطبق من اللي احنا بنجيبه ده من بره بيتراوح من 90 جنيه ل 120 جنيه. فشوفوا طبعا كنا هنجيب من بره بكام، واحنا عملنا برضو حسابه تكلفة اللي انا عاملاه ده بالاسعار اللي عندكم، وشوفوا احنا كلفناها كام. احنا لحد دلوقتي كيسين مكرونة، وبعدين كده بعد كده اهو ده نص كيلو من الفراخ الفيليه مقطعة مكعبات صغيرة. نزلته على المية الدهنية، المادة الدهنية سوري ياخد صدمة. وحطيت عليه مكعبين من مرقة الدجاج. انا دلوقتي مش هحط دلوقتي ملح ولا فلفل ولا اي حاجة خالص، علشان في الاخر لما اشوف التمليح اللي هتدهوني المرقة، لان كمان هضيف شوربة، بس طبعا انتي لو ما عندكيش شوربة هي مش اساسي، انا كانت عندي فقلت استعملها. سبتهم كده ياخدوا صدمة على النار، وتبدأ لو نزلت مية تبدأ تشرب ميتها تاني. وبعدين هبدأ أضيف 3 معالق كبار مليانين من الدقيق.
انا كان المفروض ان انا اضيف الفلفل الالوان كان المفروض ان انا اضيف فلفل الالوان في التوقيت ده قبل ما احط الدقيق، بس انا يعني اتلبخت يعني الولاد كلموني لبخوني فكملت الخطوات على طول. انا ما حطيتش فلفل الوان، انا حطيت فلفل اخضر بس، لان حد من اللي كان بياكل معانا يعني ما بياكلش الفلفل الالوان. بس انتي لو عندك فلفل الوان حطيه، لو عندك مشروم قطعيه شرايح وحطيه برضو بيبقى طعمه حلو جدا. تمام. لكن برضو عايزه تعمليها بمكعبات الفراخ بس عادي جدا، ما توقفيش نفسك على حاجه. هنا كده فصين بالعدد من الثوم مقطعاهم صغير او فرماهم، حطيتهم على الفراخ ومش هستنى ان هما ياخدوا لون. هو يعني بمجرد ما هحطهم وريحتهم تطلع هبدا انزل بالدقيق معايا وهبدا اقلب كده. طبعا انا هنا حسيت ان الدقيق شرب كل الماده الدهنيه فزودت شويه من الزيت. طبعا انتي يعني بتويمي كده الموضوع، يعني لو لقيتيه كلكع وكده لا حطي شويه من الماده الدهنيه تاني معاكي. وابدأي بقى كده ايه، سوي الدقيق شويه وبعدين نزلي اللبن هنا انا كان معايا حوالي 2 كيلو الا ربع. نزلتهم كده بالتدريج شويه وهقلب وبعدين اكمل الباقي واقلب. هو يعني كميه الدقيق صغيره مش هتكلكع، بس برضو ايه يعني من باب الاحتياط لان اللبن كان ساقع يعني معايا. قلبت كده وكان عندي علبة صغيرة من شوربة الفراخ كانت في التلاجة في الفريزر، فنزلتها برضو معايا. ما عندكيش مفيش اي مشكلة، احنا حاطين مرقة، وحتى لو انتي مش حاطة مرقة ومتبلة التوابل اللي انتي عايزاها برضو عادي، الشوربة مش اساسية. انا بس حطيتها علشان ايه، تعزز الطعم يعني اكتر. هقلبها كده واسيب بقى على نار هاديه لان الشوربه معايا كانت يعني تعتبر لسه جامده. وجبت كده طاسه بقى على النار، شوحت بس مكعبات الفلفل الاخضر ورحت منزلاها برضو مع الصوص ده. وحطيت هنا بقى ايه، طبعا دقته وشفت ملحه، حطيت شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود وهبدا اقلبهم كده. طبعا هنا بدأ يتقل معايا، انا عايزه قوامه ما يبقاش تقيل لان ده مش بشاميل. طبعا كل ما يقعد لسه هيتقل معانا، ولما نرجع المكرونه فيه تاني هتاخد لها فيه غلوتين كده هيتقل معانا اكتر. هنا كده بقى كان معايا علبه من القشطه حطيتها برضو. لو ما عندكيش قشطه ممكن علبه يعني من وش اللبن لو انتي بتحوشيه. انا مش دايما بحط قشطه، يعني لما ببقى محوشه وش اللبن في الفريزر بحط يعني بستكفى بيه. طبعا الاكله دي المفروض ان هي اساسها بالكريمه الطهي، بس طبعا سعرها دلوقتي بقى مبالغ فيه جدا جدا. فاحنا الزبده والقشطه هيدونا الدسامه بتاعه كريمه الطهي من غير ما نحط كريمه الطهي، واللي هيدوقها والله مش هيفرق خالص طعمها عن الجاهز اللي بكريمه الطهي. شوفوا بقى احنا كده وفرنا كام يعني. هنا بقى برضو نزلت المكرونه لما لقيت ان قوام الصوص كده بالنسبه لي مناسب، لان انا ما بحبهاش يعني ما بحبش الصوص الابيض يبقى تقيل، علشان المكرونه كده تبقى جوسي معايا وتبقى مليانه كده وغرقانه من الصوص، ولما تقعد شويه ما يكتلش ويقلب بشاميل يعني. ده بيبقى حاجه وده حاجه تانية. طبعا تقدري ان انتي تحطيها في قوالب بايركس او في طواجن صغيره وتديها رشه من الموزاريلا وتدخليها فرن، او مش فرن، دخليها شويه تحت الشوايه، لان برضو احنا زي ما قلنا احنا عايزين الصوص لسه يفضل كريمي زي ما هو، ما يجمدش وما يتقلش معانا. لو دخل الفرن وغاب شويه في الفرن هيتقل برضو، تبقى المكرونه كده هتبقى قطع، مش هتبقى بالقوام الجوسي اللي احنا شايفينه ده. انا عايزاكم تجربوا الوصفات دي وتدعولي، وعايزه برضو كومنتاتكم الحلوه كده تفضل مفرحاني على طول. وما تنسوش زي ما قلت لكم تعرفوا اخواتكم واصحابكم وجيرانكم على القناه، وما تنسوش اللايك للفيديو، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جايه. وبجهز لكم برضو باقي الفيديوهات بتاعت سلسله اكلات العيد، ان شاء الله نعمل اكلات حلوه بطريقه اقتصاديه. والفيديو بقى بتاعنا ده النهارده كده طبعا هينفعكم جدا وهيفيدكم في فيديو الحصاله اللي يقولك من عيالك عايز تاكل بره، لا احنا بنعمل اكل بره في البيت. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.